بيتنصب علينا وبنتسرق يا جماعة بجد. هاعمل لكم النهارده ملمع ازاز وخشب، هتحسوا فعلا بالفرق بتاعه عن اللي بيجيبوه من بره، وبثلاث مكونات في البيت بس. اول حاجه عندنا سائل الاطباق، اي نوع سائل عندنا، انا بحب اللي بيبقى فيه ريحه عشان يديلي ريحه في المعطر. وقدهم هحط خل، يعني 50 مللي سائل او مواعين و50 مللي من الخل، وعليهم معلقه كبيره من معجون السنان. اقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه واخففه بالميه، وابتدي ان انا اعبيه في الازازه بتاعه اللي انا هستخدمها، البخاخ بتاعي. بصوا بقى اللمعه يا جماعه، شوفوا فرق اللمعه في الرخام عملت ازاي. الخشب، البصمات اللي هي بتبقى على الميكرويف مش هتشوفوها تاني، السائل ده بيمنع البصمات بتاعه الايد. الخشب بيرجع يلمع تاني، والبقع اللي على الخشب بتروح بجد. انا بجرب البليدج والحاجات القويه التانية، مش زي ده. جربوها على كل حاجه في البيت، الاستانلس وكل حاجه. واستنوني بقى في فيديو جاي هجيب لكم طريق اسطح الا مش هيخليكم تجيبوا اي مطهرات تاني. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وفولو.